اهلا وسهلا بكم كوكا كورا. محدش يعرف يعمل التجميعه الصعبه دي. في تجميعات كده يا جماعه الاستوديو فيها تحس انه تقيل لما تلاقي اسماء كبيره، اساطير، نجوم على جميع المستويات. محدش يعرف يجمعها غير كوكاكولا، محدش يعرف يجمعها غير كاس العالم اللي منورنا في مصر، كاس العالم للفيفا. انا مشرفني ومنورني اتنين من النجوم اللي عمرك ما هتختلف لا على موهبتهم ولا على ادائهم ولا على جمالهم، وبالتالي لني اقدمهم لحضراتكم نجمنا الكبير كابتن حسام غالي. يا كابتن حسام اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا ايمن. والله العظيم انا اكتشفتك في الرحله دي. نور كوكا كورا. كوكا كورا. ونجمنا الكبير ايضا كابتن شيكابالا. يا كابتن شيكابالا مساء الجمال. حبيبي يا غزال، اخبارك ايه؟ كله حلو يا غزال الحمد لله. انت ذكي قوي. انت بتكتشف الناس في السفريات. بس عايز اقول لك على حاجه، والله برضو كانت من امتع السفريات. كابتن حسام غالي من الناس اللي انا بحبها على جميع المستويات، هو عارف ده. بس كمان في السفريه اللي كان السبب فيها كوكا، الراجل ده جميل قوي بجد يعني. حبيبي يا ايمن، انا استمتعت بالسفريه. كانت سفريه بس مخطوفه كده بسرعه في التخاطيف، كانت محتاجه يوم كمان في 24 ساعه. شيكابالا هرب منها عن قصد، بس كانت لذيذه. كانت ناقصاك طبعا يا شيكابالا والله. صحيح. حبيبي كانت في مصر. طيب خلينا نلعب معاكم الاول. اسالكم سؤال تقليدي جدا عادي جدا، بعد كده نخش في الالعاب. كره القدم بتمثل لك ايه؟ سؤال سهل اهو. كانت حياتي. كانت طبعا ما خرجت من حياتك؟ ما خرجتش، بس كانت هي كانت واخده كل حياتي. يعني كان كاريري وشغلتي وهوايتي والحاجه اللي بحبها، فكانت واخده كل وقتي كل تفكيري. يعني جوه الكوره بفكر في الكوره، بره الملعب بفكر في الكوره. تركيزي كله في اللي جاي في الكوره، في التمرين، في الماتشات، في البطولات. فكانت كل حياتي طبعا. دلوقتي واخده جزء من حياتي، بس الجزء الاكبر دلوقتي لاهلي وبيتي. ما كانش كده وانا بلعب كوره. اللي اثرت فيه بتحاول تكمله دلوقتي. صحيح. شيكا، الكوره بتمثل لك ايه؟ كل حاجه. انا لسه طالع من الملعب قريب. فانا هي لحد دلوقتي بالنسبه لي كل حاجه. كوره لعبه انا بحسها ابراهيم اللي الكوره احلى حاجه في العالم. صحيح. لعبه فيها متغيرات. انت ممكن النهارده الجمهور يبقى مش راضي عنك، بعد 3 ايام نفس الناس بتشيلك على كتافهم. صحيح. فبالنسبه لي دي احلى حاجه في الدنيا. هلعب معاكم لعبه لطيفه. اللعبه دي بتقول كل واحد فيكم هيقول حاجه فاكرها للتاني في الملعب. لا انا مش هينفع اقولها على فاكرها ازاي يعني؟ انتوا قابلتوا بعض سواء اهلي وزمالك او كمان مع المنتخب، فكل واحد اكيد في ذكرى علقت معاه، تشاركتوا لحظه حلوه. زي ما احنا بنتكلم دايما في اللحظات الحلوه بنتشارك مع بعض، او لحظه كانت طريفه او موقف ما. فاكيد انت فاكر حاجه لشيكا وشيكا فاكر لك حاجه. انا فاكر مش هينفع اقول. مش طريفه. مش طريفه. لا، في لحظات كتيره حلوه مع شيكابالا يعني. يعني افتكر بطوله انجولا 2010 كان شيكابالا ما حضرش 8 ولا 6 وانا نفس الموضوع. وكنا رايحين برغبه وهدف ان احنا لازم نكسب البطوله دي. ولو راحت مننا يبقى ما حققناش حاجه مع المنتخب، ودي كانت حاجه هتبقى وحشه جدا في كاريري يعني. فبطوله كانت حلوه جدا، كسبناها الحمد لله. شيكابالا افتكر موقف كابتن حسن شحاته لعبوا ماتش موزمبيق تقريبا في المجموعه، قال له يا شيكا بلاش الكعوب يا شيكا. قال له حاضر يا كابتن. في المحاضره كلها على شيكابالا وانه ما يلعبش بالكعب. اول ما نزل الملعب شيكابالا اول 3 لمسات بالكعب. كابتن حسن شحاته واقف على الخط هيشد في شعره، يقف على الخط يرجع لنا انا مش قايل له مفيش كعب. فدي موقف طريف يعني. بس البطوله كانت من امتع البطولات بصراحه. لعبنا فيها كره كويسه قوي، لعبنا فيها منتخبات كبيره، واداء كنا عملنا اداء حلو بنتائج حلوه بسكور عالي. افتكر ماتش الجزائر ده كان زي طار بالنسبه لنا. طيب فاكر ماتش الجزائر ده؟ طبعا كان الشعب كله والحاله في مصر ان ده ماتش طار بالنسبه لنا. واللعيبه هناك يا ابراهيم كان تركيز مش طبيعي فوق الخيال. ده الماتش اللي كسبناه 4. هو نازلين حرب، مش نازلين ماتش كوره. ايوه احنا نازلين ماتش ده حرب، لازم نكسب. لازم نرد شرفنا وناخد طرده. وحصل يعني النتيجه برضه كبيره. صحيح. فكان في ذكريات كبيره حلوه يعني الحمد لله. شيكا اذكر ذكرى لكابتن حسام غالي معاك. كابتن حسام انا من الناس اللي استمتعت وانا بلعب جنبهم مع ابراهيم.
كنت كل يوم في التمرين، هو ممكن ما يعرفش بس انا كل يوم في التمرين كنا بنعمل المجاميع بتاعه الروندو. كنت لازم العب ابقى في المجموعه بتاعه حسام، يعني اللي يتمرن مع حسام هيعرف اللي هو لعيب مختلف ومش هيجي زيه في الحته دي تاني خالص والله العظيم. لا يعني في مصر ما شفتش حد بالكواليتي والشخصيه جوه الملعب والحاجات دي زي حسام غالي. هو مختلف يا ابراهيم، حتى في بدايه التمرين واحنا بتجري بتسخن هو بياخد الموضوع جد، وتلاقيه متنشن وبيزعق ويلا فهو مختلف. بس خلاص انا عرفت انت كنت عايز تقول ايه التاني وقلت دلوقتي خلاص تمام. تسلم ايدك يا سيدي المعلمين، وصلت الثانيه خلاص. انت قلت الاولانيه الثانيه وصلت. هو بيتنشن بس يعني، مش اكتر ولا اقل شويه منها. انت كنت هتحكي موقف لعيب يعني في التمرينه؟ بلاش. لا انا كنت هحكي في ماتش ده ماتش بيت ده انا وزمالك. طب قولها ونصها. مش هينفع والله. مع مين طيب؟ خلاص طيب نلعب لعبه سريعه. يلا خلاص كل واحد فيكم يجاوبني بسرعه. هل عمرك قبل كده حسيت بالخوف في اي لحظه من اللحظات في ماتش صعب؟ قول بصراحه. مش خوف قد ما هو كان حرص ان انا اخد البطوله. ماتش غانا الفاينل. ماتش غانا الفاينل في 2010. هل عمرك حسيت بلحظه خفت فيها في ماتش من الماتشات الصعبة؟ لا ما بتخافش، بس القلق قبل الماتش ده مفيد اهو، ان انت تبقى مقلق بتبقى تركيز اكتر منه خوف، فده بيبقى مطلوب في الماتشات الكبيره بالذات. لكن ما فيش ماتش خفت فيه، ما فيش لحظه خفت فيها لا. تتغلب تخسر ماتش تخسر، لا تبقى خايف اللي انت عايز تاخد البطوله بس كده. طيب لسه احكي لك موقف على موضوع الخوف ده. وانا لسه ناشئ صغير، فكان في لسه طالع ناشئ صغير بلعب فيرست تيم فبنلعب فرقه في اسوان تقريبا، في اسوان. فانا واقف في البلكونه كده، مدرب فاكر قال لي خايف؟ قلت له لا. فقال لي يبقى انت مش هتنجح. ليه؟ فاستغربت الكلمه جدا، يعني ايه علاقه اللي انا مش خايف ان انا انجح او ما انجحش؟ ايوه بالعكس انا مش خايف، ده حاجه كويسه وانا لسه عيل صغير. فهو قال لي الجمله دي، طبعا انا سمعت من هنا وطلعتها من هنا. فدي حاجات في حياتك بتتعلم كده، وبتسمع كلام ناس ممكن ما تكونش هو ده الصح يعني، تاثر عليك. صحيح. هسألك برضو سؤال، هل الكرة بتخلق؟ ليه شاورت لي كده؟ ما عشان ختمت عند غالي فجاي. انت بتخضني. لا ما تخافش، مش هنزعل. امان. ما هنزعقش الناس. هل الكرة بتخلق صداقات حقيقية؟ طبعا والله طبعا. اذكر مثال سريعا. كل الناس اللي لعبت معاهم في الكورة صحابي. حلو ماشي. هل الكرة بتخلق صداقات حقيقية؟ اكيد نادرا. اكيد نادرا. يعني طلعت من الكوره بواحد اتنين. يعني مثلا عماد متعب ده ماشي، ده اخويا والله العظيم. يا اخويا. عماد متعب اخويا لغايه دلوقتي. جميل. دخلنا بعض مع بعض النادي لغايه دلوقتي، حبيبي يعني. هل الكرة احساس اكتر منها منطق؟ لا ده سؤال فلسفي صعب. ده صعب. ده عميق. ده بتجيب وقف. ده صعب. ده كرة احساس واكتر منها منطق. يعني ايه كرة احساس اصلا منها اكتر؟ يعني نتائج الكرة تحس اكتر ان هي تمشي بالمنطق، ولا لا بتمشي بالاحساس، بالرغبة، بالمشاعر، بالدوافع، بالحاجات النفسية اكتر؟ لا بس في ماتشات ما فيهاش. لا في ماتشات ما فيهاش منطق اهو. في ساعات بتبقى فرقة احسن من فرقة ماشي، بس الفرقة الصغيرة او انت بيبقى عندهم دوافع اكتر، فبتبقى عكس المنطق فبيكسبك. ماشي. هي بالمعطيات اللي عندك يعني كلها يعني. هل هي بتمشي معطيات طبعا 100%. يعني النسبه الاكبر للمعطيات. النسبه الاقل للاحساس بقى، اللي هو يعني فرقه زي ما شيكابالا قال صغيره ممكن تعمل نتيجه قدام فرقه كبيره، بس ممكن يبقى عندها الدوافع اكبر، معطيات اكتر، الرغبه اكتر، لكن طبعا هي كلها معطيات. طيب هل لسه بتحس بالضغط وانت بتتفرج على الكوره؟ والله في الاستاد بس. تعالوا نلعب لعبة لطيفة جدا اسمها باصي ولا تشوط. هسأل كل واحد منكم سؤال، لو جاوب على السؤال يبقى اسمه يشوط، يبقى ماشي. انا هشوط يبقى يجاوب. لو يباصي يبقى هيباصي لك انت السؤال. ماشي حلو. ما تبصيش كل حاجة بقى انت. ماشي، ما تبصيش كل حاجة. طيب لو رجع بيك الزمن تاني، تختار نفس مشوار الأندية، نفس مشوار النادي بتاعك نادي الزمالك بسبورتنج لشبونة بباول بكل مشوارك، تصوب ولا تمرر؟ لا اصوب. تشوط يعني. يلا جاوب. لا هختار نفس الانديه اللي انا لعبت فيهم. تختار كل حاجه زي ما هي. لو خدت حاجه بس الوحيده اللي هغيرها، ده انا كنت افضل في نادي الزمالك على طول، ما كنتش تخرج خالص.
لو رجع بيك الزمن يا كابيتانو تختار نفس مشوار الانديه اللي انت خضتها بنفس تفاصيلها ولا لا؟ بنفس تفاصيلها بنفس كل حاجه طبعا اختارها. مش هتشيل نادي من النص؟ لا ما اشيلش نادي خالص. بس انا ممكن ما اعملش الغلطه اللي عملتها في توتنهام، ما ترميش الفانيلا. سمعت راي الراجل لما كان بيتكلم على لك المدير الفني بتاع اسمه ايه بتاع فاينورد صح كده؟ خالد. ايه رايك في الكلام؟ قال كلام بنسبه كبيره منه صح. هو خالد كان مؤمن بيا جدا وبيحبني ومقتنع بامكانياتي. اتكلم عنك كويس وحاجات ونقاط تانية انتقدك فيها. دايما كان معايا انتقدني. ما تسكتلوش. علي بقى علي. بس انا عايز اقول لك حاجه، يقعد في المكان ده في بودكاست مع الناس دي ولسه فاكر ويجيب سيرتي ويسكن ويبقى فاكر لعيب زي ده كان معاه ومؤثر معاه بالشكل ده. هو طبعا كان بينصحني كتير وقال لي يقول لي العب السهل هتوصل لحته بعيده. انا مش شايف ان هو انتقدني. هو حاسس ان انا كان ممكن اروح في كارير او ابعد من كده بس بسبب حاجه ممكن ما تبقاش كويسه ما روحتش الحته اللي هو كان بيتمناها. وكان دايما بيقول لي انت ممكن تروح اجمد حته في العالم في اي نادي في العالم. باصي ولا تشوت؟ ماشي كده. لو هتشارك كوكاكولا مع لعيب من فريق منافس تختار مين؟ حسام غالي. حسام غالي ماشي. هتشربه كولا زيرو ولا هتشربه كولا من غير زيرو؟ من غير زيرو. من غير زيرو عشان يفوق. نفس السؤال، لو هتشارك كوكاكولا مع لاعب من فريق منافس تختار مين؟ يعني هو قال حسام غالي اقول عبد الله السعيد مثلا؟ شيكابالا. ليه؟ ايه؟ ليه؟ عشان قال حسام غالي دلوقتي. ما ينفعش اكسفه. هل في لحظة اختلفتوا فيها بشدة جوه الملعب؟ انا وشيكابالا؟ عمرنا. لا عمرنا. لا عمرنا ما حصلش قبل كده؟ لا خالص. مين تثق فيه اكتر في القرار في اخر دقيقة في الملعب؟ انا بتكلم على المنتخب. مين اكتر واحد كنت تثق فيه؟ اديله الكورة يعني؟ الكورة دي غالية. لا كتير، في ناس كتير. وقول يعني تريكا، شيكابالا، عبد الله السعيد، بركات، متعب. لا ناس كتير اثق فيها. على حسب الكرة فين. لا هنروح نجيب جون دلوقتي علشان حد هيفنش. لا خلي بالك احنا لعبنا في جيل انت تدي الكرة وانت مغمض لاي حد. والله العظيم. والله العظيم ما بهزرش. حسني، شوقي، فتحي. وشخصياتهم كانت جامدة جدا. بس شخصياتهم. طيب بما ان احنا في المتحف المصري الكبير وبما ان كوكاكولا جابت لنا كاس العالم، قول لي شعورك اول لما وقفت جنب كاس العالم. رهبة مرعبة. يعني شكله غير كل الكاسات اللي احنا شفناها قبل كده. حتى بكاس افريقيا بكل الحاجات دي. هو مختلف وليه رهبة. ومن اعظم الحاجات اللي انا شايف اللي هي دي حاجات مش هتحصل، اللي كاس العالم مش اي حد بيلمسه الا غير اللي يبقى خده او رئيس الدولة. فهو ده عظمته بقى في كده. اللي انت هتشوفه من بعيد بس مش هتلمسه الا غير لما تبقى خدته او رئيس الدولة هو اللي يقدر يلمسه. صحيح. كابتن حسام، كان ايه احساسك في اللحظة ديت وانت بتشوف الفيرست لوك لكاس العالم للفيفا مع كوكاكولا؟ انا قلت بقى انا ما لعبتش كاس عالم فاشوفه يعني. فبالنسبه لي انا اتحرمت ان العب كاس عالم. فان انا اشوف كاس العالم قدامي فكان حاجه كبيره طبعا. وكان الفيرست لوك يعني دي اعظم جايزه في تاريخ الكره في العالم يعني. صحيح. ميسي فضل الكارير بتاعه ده اخد كل البطولات، هيموت ويشيل كاس العالم. فدي لا كاس مختلف وشكله حلو يعني مقدرينه قوي. ايوه يعني ايوه ما حدش ممنوع اللمس. ايوه وبادي جارد. بس خد بالك هو لو بيتلمس عادي مش هيبقى الجايزه والمكافاه الكبرى. هو ما ينفعش يتلمس عادي لانه وشوف الكاسات بتاعنا احنا بنعمل فيها ايه. خلاص بقى يا شيكا بقى. لا هو حاجه عظيمه بصراحه. والحدث وتنظيم كوكاكولا ووجوده في مصر حاجه مبهره. وجوده في المتحف كمان المصري بالشكل بالعظمه دي يعني يبين لك قد ايه برضو ان البتاع ده غالي جدا. صح. وما ينفعش يتحط في اي حته، لازم يتحط في حته يونيك قوي. فما فيش احسن من المتحف المصري ان هو يتحط فيه. والله برافو عليك. والله برافو عليك. شيكا، شفت ازاي التجربه كلها على بعضها من اول اليوم كله وانت بتشوف كاس العالم لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها بالتنظيم؟ طبعا انتوا بعتوني وسافرتوا من غيري، دي اول حاجه. بس قابلتكم الصبح وشايفكم مبسوطين قوي يعني. انا ما كنتش موجود. لا كنت مبسوط قوي. قسما بالله ما في جثه ما اتقطعت. جبنا قطعنا فروه خلق الله كلهم. جبتوا اسمي؟ لا.
يا حس ما قطعناش والله ما قطعت، والله العظيم قطعته في مصر كلها. والله لا والله ده فهمي، اقسم بالله قطع الناس جزل. لا حسام بيسمع بس ويضحك، بيسمع ويضحك. اصل احنا بالنسبه لنا قطع في حد، اصل احنا بالنسبه لنا انت عمري ما قطع. لا والله العظيم هو كان بيسمع بس احنا كان بالنسبه لنا الموضوع غريب، لانه فهمي بيقول اصلا كلام غريب. يعني هو فهمي مش مفهوم اصلا، الموديل بتاع الكلام غريب. هو يعني حبيبي وبحب. ايوه بس بس تمزيع ما فيناش رحمه. هو حبيبي وبحبه بس. انا عايز اقول لكم ان انا اتبسطت قوي بجد بالقعده معاكم والكلام معاكم. كان نفسي الوقت يطول، بس اسيبكم عشان تستمتعوا بالحفله واليوم الجميل ده. دي اسماء مصر الكبيره، دول النجوم الكبار اللي لعبوا لاكبر ناديين في مصر وفي افريقيا. كابتن حسام غالي، كابتن شيكابالا. عشان تعرفوا يا جماعه هي دي الكوره وهي دي الحياه، والناس تحب بعض الى هذه الدرجه وتحترم بعض وتقدر بعض. لو في حاجه حلوه بنشوفها في يوم زي النهارده مع كوكا، هيبقى ان هم جمعوا اساطير واسماء كبيره جدا جدا مع بعض. صعب جدا ان هم يتجمعوا. شيكابالا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. لا وجمعت ناس ما كانوش هيتجمعوا قبل كده، مستحيل. ناس يعني الفيديو اللي انت عملته الصبح ده مهم، ده وصل لمليون لحد يعني 3-4 ساعات مثلا، ما كانتش هتحصل يعني. بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن حسام. شكرا يا هيما، استمتعت معاك بالسفريه وبالبودكاست. شكرا يا شيكابالا، استمتعت معاك. واحمد فهمي وحشني يا جماعه، راح اسلم عليه. وحشني قوي. نشوفكم كمان شويه، هنتصور صوره، والصوره ديت تشوف كل واحد فيكم يمضيها، هيمضي عليها عشان تفضل ذكرى، ولو عايز يهديها لحد يهديها لحد. نتصور صوره مع بعض احنا الثلاثه وبعدين انتوا الاثنين. اتفقنا؟ يلا بينا. الصوره دي هتدوها لمين؟ حطها في البيت. هديها لك. ليه مش عايز تحتفظ بيها؟ لا ما مش عاجبينك بس مش انت عايز تحتفظ بيها؟ انا هديها لك. انا هحتفظ بكل الصور ديت لانه شرف كبير ليا، اقسم بالله ان انا اقعد مع 2 من النجوم اللي انا اصلا بحبهم. حبيبي والله احنا اللي بنحبك يا ابراهيم.